الطفل اللي شايف ان هو مسلوب الحقوق، او انهم مش واخدين بالهم مني، او ان هم ما بيحبونيش، او ان هم مش مهتمين بيا، ده الطفل اللي هيبقى عرضة اكتر ان لما حد يديله اهتمام او حب او رعاية يعمل له اي حاجة هو عايزها، حتى لو كانت الحاجة دي ضد ارادته، حتى لو كانت الحاجة دي ضد مبادئه. هو صغنطوط بس أكيد أهله علموه شوية مبادئ هي ضد مبادئي، بس في سبيل إن أنا أكون مقبول ومحبوب أنا مستعد أعملها. أحيانا اللعب بين الأطفال بياخد صبغات ومسميات مختلفة، لكن طالما في تعدي فيه على الخصوصية أو على الحرمة الجسدية يبقى معنى كده إن هنا ده لعب فيه خطورة ولازم نتدخل. هتيجي أم وتقول لي يعني أعمل إيه مع الطفل بتاعي؟ هقول لها بنعمل حاجة بسيطة جدا، بنجيب صورة كرتونية لولد والبنت وهم لابسين المايوهات اللي بينزلوا بيها البحر، وبنقول لها ان كل ما هو بنخبيه واحنا نازلين وانتوا عندكم 4 و5 سنين، دي اماكن مش مسموح لحد ان يشوفها ومش مسموح ان حد يطلع عليها، ولو حد هيطلع فلازم يا ماما يا بابا يبقوا موجودين، عشان لو هنروح للدكتور هنطلع على حتة زي دي لو فيها مشكلة فيبقى في وجود ماما او في وجود بابا.